السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة هنتكلم في عجالة سريعة كده عن ازاي نعتني ببشرتنا وخصوصا في فصل الشتاء. في طبعا البشرات بتبقى مختلفة، في بشرة دهنية، في بشرة مختلطة، في بشرة جافة، في بشرة عادية، وبنحاول ان احنا طبعا نعرف بشرتنا ايه نوعها ايه. يعني البشرة الدهنية اللي بيطلع فيها حبوب او بتبقى طبعا فيها شكلها زي بتبقى خليط ما بين البشرة العادية والبشرة الدهنية، فبيبقى دايما في التي زون ده عندها فيه مشكلة، بيبقى دايما في افرازات. البشرة الجافة ما بيبقاش فيها حبوب خالص وبتبقى طبعا بتميل الى الجفاف. البشرة العادية ممكن جدا وممكن تبقى طبيعية ما فيهاش. بشرتنا ازاي؟ طبعا لازم نستعمل غسول يكون مناسب يوميا، مرطب يكون مناسب، كمان واقي الشمس باستمرار. احنا حتى الاضاءة بتاعة البيت ممكن بتسبب لنا مشاكل على المدى البعيد، فاحنا بنستعمل واقي الشمس يعني طبعا قبل ما ننزل، حتى لو في فترة الشتاء بنحافظ على بشرتنا من تصبغات، من أشعة الشمس المباشرة. نستعمل كمان كريمات، بعض الكريمات اللي بتبقى فيها فيتامين سي عشان بتدي تفتيح ونضارة، وبتبقى انتي ايج يعني بتقاوم التجاعيد المستقبلية. بكده بنكون غطينا كل العوامل اللي بتخلي البشرة احسن، وبنحافظ على بشرتها نديها يعني عمر اطول.